علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وما بدأ به من الوحي. الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فرؤى الأنبياء وحي. ثم حبب إليه الخلوة، وكان يخلو بغار حراء بعيدا عن بيئة مكة ومجالس المشركين التي لا تخلو من الخمر والمعازف والفواحش وما لا تقبله الفطرة، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. فكان أول لقاء بين أمين الوحي والرسول صلى الله عليه وسلم. ثم نزلت: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني، فزملته ثم أخبرها الخبر، فقال: خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم منهج حياة لكل امرئ مسلم، فوالله إنا مقصرون.